ده مش اللعيبه بس هي اللي هتجننا، ده الكابتن عماد النحاس هو كمان هيجننا اقسم بالله. ان ما عملهاش في التشكيل يجننا في التغييرات، ان ما جنناش في التغييرات يجننا في التكتيك، ده اذا كان في تكتيك اصلا. انا حاسس ان لعيبه الاهلي بتنزل من اوضه اللبس، انزلوا اكسبوا، او انزلوا العبوا، بلاش يكسبوا دي عشان هم بيكسبوا كده بالحب. وفي يا جدعان ايه المنظر ده؟ ايه الشكل ده؟ ده اذا كان في شكل. ايه الشكل بتاع الاهلي ده؟ ده اذا كان في شكل. الكابتن عماد النحاس يا عم، انت الماتش اللي فات ربنا هداك وقعدت لنا ديانج اللي بيبوظ لعب الفرقه كله ده بره، ولعبت الراجل اللي اسمه بن شرقي وكان مكسر الدنيا. يا عم هو انت بتعاندنا؟ انت بتعاندنا؟ ما تلعب يا عم حسين الشحات مكانه، مكان طاهر اللي انت منزله لنا يشيلنا ده، فاهمني؟ ولعب الراجل اللي اسمه بن شرقي زي ما هو في الجنب بتاعه، والعب بمروان عطيه في نص الملعب. يا جدعان اقسم بالله الكوره ما اختراع يا جماعه، الشكل غريب. ولاعيبه الاهلي كمان تحس ان هم عندهم برود. يا عم طلع الناشئين يلعب بيهم، اقسم بالله هيبقى شكلك احسن. وبعدين دلوقتي الواحد ما بقاش بيني وبينك عارف المشكله فيك ولا في اللعيبه ولا. يعني الراجل لعب حلو الماتش اللي فات، قعدته الماتش ده. الماتش اللي فات شغلت دماغك وريحتنا من ديانج، جيت بنيت بيه الماتش ده. انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم.